السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لزميل بلال بوزيدي ومحلل التلفزيون مصطفى مازا وايضا بطل افريقيا فريد ملول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سيدتي ونسي سادتي، نشكركم على الوفاء وعلى متابعة قنوات التلفزيون الجزائري. وهذه هي المباراة، مباراة القمة بملعب 8 ماي 45. كما سنقرأ ما كتب. مرحبا بضيوفنا الكرام كالعادة، طبعا في سطيف دائما الكرم كرم الاستقبال هي طبعا خاصة بالصيفية كما يقال هنا. إذا بعد قليل سينطلق اللقاء في هذه القمة، قمة القمم، في هذه الجولة 11 بين وفاق سطيف ومولودية الجزائر. طبعا الأسماء، اسم الأساس والأمسية يكفي بأن يعبر على هذا الإحساس بأن هذه المباراة ستكون قمة في الإثارة، وأكيد أننا سنتصالح مع الروح الرياضية ونتصالح خاصة مع اللعب الجميل والأهداف لما لا بين الفريقين ذهابا وإيابا. الموسم الماضي 8 أهداف في لقاء الذهاب وهدف في لقاء العودة، يعني 9 أهداف كاملة. لما لا اليوم سنشهد عدة أهداف حتى نكون طبعا في دائما عند حسن ظن المتفرج الكريم. بعد قليل إذن سينطلق اللقاء وانطلاقة إذن هذه المواجهة رقم 108. المراوغة وحسنين، ربما الجهة دائما اليمنى الكرة تروح إلى حميدي كمال الذي يخلف اليوم اللاعب الآخر رضا حليمية. راح تكون عالية والكرة اللي يتحكمون في زمام الأمور بالنسبة للفرق التي يدربونها. في حين على الصورة بوميل كان على المحك ويبقى كان من كرة والتصويبة بعيدة الكرة بعد هذه المحاولة من محمد بن خماسة على الصورة. الانطلاقة كانت من عربي تابتي. من هناك تخرج الكرة إلى 5 أمتار و50، تلعب بسرعة ممتازة، كانت عالية بضع سنتيمترات، روتورني، ولكن كانت بعيدة في البطولة وكانت في الجولة الثانية. كرة لصالح الوفاق السطيفي، المراوغة، الدخول بالقدم اليسرى ما مرش. الكرة الثابتة قد تكون مفتاح في هذه المباراة. نلعب الدقيقة 14. التصويبة ولكن عالية بالقدم اليسرى، ما خذاش المسافة اللازمة. كان متأكد يظهر يوصلها لباشا. الآن باشا قبل قليل كان سالم، سوء تفاهم، الضغط، هاي تكون هاي فرصة ضغط. هذا جانب من الجمهور العريض الذي يحضر في هذه المباراة ويملأ مدرجات. كمال حميدي الوفاق ب 2-4-6 في منطقته، تروح لنعيجي، هاي في العمق، يدخل كمال حميدي، هاي خطيرة التجمع، ولكن على هذه المسافة وقتال ممتازة. يعني من سوء حظه الكرة كانت في المنتصف، ومن حسن حظ عبد اللطيف حارس المرمى لرمضان المولودية جاته في الوسط، وإلا كانت في الإطار على خط المنطقة، منطقة الجزاء 19 متر فاصل 7. شكرا للزملاء التقنيين. اللاعبين أو الجدار لم يحترم المسافة القانونية. هاي كرة عالية، يكون فيه خطأ على الجهة اليمنى من الحارس بوسدر وتسالم، لأنه باشا الآن يلعب الجهة اليمنى. وضع التسلل، وضع التسلل تابتي. هنعود إلى لحلو بن براهم وتقنية الفار والفيديو والكرة
ربما متجهة إلى الإطار. آي في حديث في وضع التسلل. نعم في وضع سهلة أي سقوط الشعب إدريس. المراوغة أولى ثم الثانية المتابعة. لا زاد فيها كان فيه كونتاكت ولكن زاد فيها نعيجي. طبعا سنشاهد ولكن بعد هذه والارتماع طريقة نوير من هنا. شوف الإعادة يعني مراوغة أولى هنا، ولكن مش عارف إذا كان الكرة كانت بعيدة كيف يقدر. كان في مرة أخرى نشاهدها لحظات سنانها بالدقيقة 60. هنا آي يلا خلينا نشوف الصورة بالحركة مع الحكام. لسنا لهذه الدرجة يعني مختصين، ولكن فقط نعلق ونوصف الصورة هنا. ثم مازال هنا ينطلق زكريا نعيجي، ولكن هل بالقوة اللي لازم؟ واكيد فيها زيادة في الحركة الأكيد، ولكن الأكيد أيضا فيه التحام، فيه لمس، فيه كونتاكت. يلا سلطاني ماذا يقول؟ بلال سلطاني يتجه إلى الميدان. هل تكون يرفع يده يدير إشارة ويقول ضربة جزاء لمولودية الجزائر في الدقيقة دي دولار مع طارق بوسدر حارس مرمى الوفاق. يتقدم ويضيعها تماما، مرة أخرى يضيعها ضيعها تماما. طبعا هذا اختيار المدرب وايضا اللاعبين، واختيار اللاعب طبعا دولار، ويضيعها تماما. كرة عالية ويضيع فرصة تسجيل الهدف الأول والتفوق المولودية بنفس الطريقة. القوة والجسم تاعو كان واقف تماما، يعني ما لم يكن فيه. ربما لو تقدم شوية بجسمه الأمام الكرة ما تروحش عالية، ولكن هذه هي طريقته في التسجيل. كان يريد أن يلعب الكرات السريعة المعاكسة عكس المولودية، يريد أن يستحوذ على الكرة في المنطقة 1-2، ولكن التغطية جانبية. في الشوط الأول كانت لصالح الوفاق وتألق الحارس الممتاز رمضان عبد اللطيف، وأيضا المولودية كادت أن تزور الشباك لولا تألق أيضا بوسدر طارق الذي يرد طبعا هذا التدخل الجميل. الرأسية يظهر لي كانت من باجو أنطوني سيرجيو، تروح إلى الركنية لصالح المولودية. في الوقت اللي كنت نقول المولودية كانت أحسن في الشوط الثاني هذا، وذكرت بالفرصة الوحيدة للوفاق في هذه المباراة كانت في الشوط الأول. رأسية ربما الدفاع مرة أخرى، فرصتان متتاليتان